الحمد لله نفذنا حوالي 68% من أعمال التكريك والحفر الجاف انتهى. دلوقتي بدأنا تجهيز المجرى الملاحي بالعلامات الملاحية وأعمال التكسيات والخرائط البحرية، وبنجهز لعبور أول سفينة. طبعا لازم نعمل تجارب، لكن أعمال التكريك الحمد لله احنا بنشيل 250 مليون متر مكعب في أكبر عملية تكريك في التاريخ، لم تحدث من قبل. معدلات التكريك الشهرية وصلت قبل كده 8.5 مليون متر مكعب، احنا عدينا ال 41 مليون متر مكعب. بنستخدم حوالي 40 كراكه دلوقتي. 75% من كراكات العالم ال 24 ساعه مصريين بيشتغلوا. لن يتوقف العمل الا بعبور اول سفينه في السادس من اغسطس القادم طبقا لاوامر السيد رئيس الجمهوريه. ان شاء الله. واما بنعمه ربك فحدث. طبعا العمل على قدم وساق، المصريين بيقوموا بعمل معجزه جبار يعني بصراحه يعني. مصر سوف تشرف بان الفكره مصريه والتخطيط مصري والتنفيذ مصري والقرار مصري والتمويل مصري، وهي دي مصر. مصر بتتولد من جديد، وأول خطوة في طريق المستقبل بناء مستقبل مصر هيكون إن شاء الله مشروع قناة السويس الجديد. سيادة الرئيس أمرنا إن احنا ننفذ في خلال سنة، واحنا ملتزمين، وإن شاء الله نبيض وشه ونبيض وش الشعب المصري قدام العالم كله، وننفذ في خلال سنة.